بدون لحمة فينا نعمل كبة نية؟ أكيد فينا نعمل أطيب وأشهى بس كبة بندورة مو كبة لحمة. طريقة بسيطة وسهلة والطعمة عن جد كتير طيبة. أول شي بمقلاية على النار حطيت 5 معالق من زيت الزيتون وحبة بصل مفرومة ناعم وقلبتن لحتى دبلت معي البصلة. بعدين رح ضيف شوية كمون اختياري بس بيعطي نكهة طيبة، دام في برغل لازم كمون، ومعلقة كبيرة من دبس الفليفلة ومعلقتين من دبس البندورة على حسب سماكته. أنا حطيت معلقتين هون وبقلبهم لحتى هيك تطلع الريحة الحلوة منهم. بعدين رح ضيف لهم كاسة مي سخنة واتركهم لحتى يغلوا معي شوي. ما حطيت ملح لأنه دبس الفليفلة مالح شوي. وهون بدي كاسة من البرغل الناعم، ضفت لهم الخلطة اللي عملتها هي وسخنة وقلبتهم كتير منيح ورح غطيهم واتركهم شي نص ساعة لحتى تفتح معي حبة البرغل. وبعدين بفردهم على صينية وبحط لهم معلقتين من دبس الرمان وعصير ليمونة، لأنه طيبة هي السلطة أو هي الأكل ما بعرف شو بتعتبروها تكون حامضة. ورجعت حطيت شوية زيت زيتون، وهون بتستعيني بصديق، جوزك، عمك، ابنك، أخوك، لأنه بدها دعكة كتير منيح. إذا كانت الكمية أكبر ممكن تعملوها بماكينة الكبة. بعد ما دعكتها كتير منيح بحط جنبي زبدية فيها شوية زيت زيتون وبشكلها بهي الطريقة، بضغط بأصابعي ولا أسهل. وأطيب شي تتاكل بورق الخس، وبترجع بتعصر عليها شوية عصير ليمون مع شوية دبس رمان مع ورقة نعناع. يا عيني يا عيني، عن جد لازم تجربوها لأنه كتير طيبة. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا اللايك.